بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، وهنتعلم حاجة جديدة النهاردة إن شاء الله بإذن الله في الغسالات اليونيفرسال الفوق أوتوماتيك. الغسالة اللي قدام حضراتكم دي يا جماعة اسمها غسالة يونيفرسال أكوا توب، تبقى بنفس الشكل ده كده بالظبط. طبعا الغسالة دي فيها مشكلة النهاردة. الغسالة طبعا احنا مدينها برنامج عصر، فبدل الحلة ما بتدور، لا المروحة او الريشة هي اللي بتدور مكان الحلة. فده طبعا احيانا بيكون في عطل في الجيربوكس، واحيانا ممكن يكون في مشكلة في الموتور، احيانا ممكن يكون في مشكلة في الشداد، بيكون في مشكلة في الكارتة. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله هنفحص كل حاجة وهنعرف المشكلة في ايه بالظبط. فلو حضراتكم أول مرة تتابعوني، يا ريت تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يوصل لكم كل الأعطال والفيديوهات القادمة إن شاء الله بإذن الله. وإحنا طبعا بنشتغل مع حضراتكم من عند العميل مباشرة، يعني إحنا الغسالة دي من بيت العميل مش في ورشة ولا حاجة، فبنجرب قدامكم واحدة واحدة. دي طبعا شكل الغسالة من تحت. زي ما حضراتكم شايفين كده أو تلاحظوا ان موتور الشداد مش شادد خالص، الدراع بتاع الجيربوكس زي ما حضراتكم شايفين كده. ده طبعا ممكن يكون الشداد فيه مشكلة، وممكن يكون الكارتة ما بتديش الشداد، ممكن يكون في قطع في الضفيرة. فاحنا بنفحص حاجة حاجة كده. ولكن زي ما حضراتكم شفتوا كده، انا لما بشد الدراع الغسالة بتدخل معايا في مرحلة العصر والحلة بتدور. فاحنا هنفك الشدات كده زي ما حضراتكم هتشوفوا. وفي اخر الفيديو برضو ان شاء الله باذن الله هعلمكم ازاي نجرب الشداد خارج الغسالة، لان الشداد ده طبعا بيبقى 3 طرف يا جماعة. ده كده الدراع اللي بيبقى راكب عليه الدراع الشداد زي ما حضراتكم شايفين. لو شدينا او حاولنا نشد كده الدراع، الغسالة بتدخل معانا في مرحلة العصر والحلة بتدور بدل الريشة. موتور الشداد ده طبعا ده اللي انا بشاور عليه للي ما يعرفوش يعني. بيبقى مثبت بثلاث مسامير، بنفكهم كده ببيبة 10 زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. طبعا الموتور الشداد ده يا جماعة بيبقى 3 طرف زي الموتور الشداد ال جي بالظبط، لان ده طبعا بيشد في مرحلتين. لما الغسالة بتدخل في مرحلة الغسيل بيشد نص شدة، ولما بتدخل مرحلة عصر بيشد شدة كاملة. فبالتالي لو الموتور ده بايظ او فيه تلف او مش واصل له كهرباء او الكارتة مش بتدي الموتور ده، الجيربوكس مش هيدخل او الدراع مش هيتشد فيدخل معانا في مرحلة العصر. فاحنا بنحل الموتور وبنختبره كده علشان نشوف المشكلة منه ولا ايه. واحيانا طبعا الجير بوكس بيكون فيه تلف فبيلف في اتجاه واحد بس، او بدل الحلة ما بتلف، واثناء مرحلة العصر بنلاقي الريشة هي اللي بتلف. ده شكل موتور الشداد يا جماعة. ولكن طبعا بمجرد ما احنا بنشد الدراع لبره ونحاول نزقه لجوه، ده طبعا الدراع قافش خالص. اذا المشكلة في موتور الشداد. بنجيب موتور تاني طبعا زيه، ونبتدي ان احنا نركب او نوصل نفس الاطراف، كل طرف مكانه بالظبط. الطرف اللي في النص لازم يكون في النص علشان الطرف اللي في النص ده بيبقى كهرباء ثابت. واحد معانا بيشد النص شدة والتاني بيشد الشدة الكاملة في مرحلة العصر. ببنزة كده ولا حاجة تبتدي ان انت تشد السلك بالراحة كده واحدة واحدة، ونفس الاطراف زي ما بتخلعها من هنا بتركبها هنا بالظبط.
زي ما حضراتكم شايفين بكل سهولة، علشان مفيش اطراف تختلف معانا ولا حاجة. ده طبعا اللي اول مرة يركبه او للفنيين المبتدئين. العطل ده ممكن يقابلنا كتير طبعا يا جماعة، فاحنا يعني انا بنزل الفيديو ده كده علشان لو قابل حد اول حاجة يروح عليها موتور الشداد. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الدراع اللي بيشد، ونبتدي نجمع تاني زي ما فكينا بالظبط. بنفس الشكل كده، ونبتدي نجمع تاني على الحلة. ونجمع المسامير التلاتة زي ما فكناهم. طبعا بيبقى راكب لوحده، يعني بعيدا عن الجيربوكس خالص، مثبت بالثلاث مسامير اللي حضراتكم شايفينهم دول. يعني احنا لو حبينا نغيره مش هنفك غير 3 مسامير فقط لا غير. وهنبتدي نجرب طبعا بعد ما غيرنا موتور الشداد. هندي الغسالة برنامج عصر، ونجرب نشوف موتور الشداد شد معانا ولا ايه. دوس على الستارت كده ودوس تاني. دوس على الستارت كده موتور الشداد شادد معانا، ودخلت معانا في مرحلة العصر، والحلة بتدور معانا بدل ما كانت زي ما حضراتكم تلاحظوا كده. الموتور بيشد كده الدراع ومجموعة الصرف. اذا كانت المشكلة في الشداد يا جماعة. ولو قابلت اي حد العطل ده او المشكلة دي مشكلة سهلة جدا جدا. بنغير موتور الشداد والغسالة بتشتغل معانا زي ما حضراتكم شايفين. كمان دلوقتي ان شاء الله باذن الله هعلمكم ازاي ان احنا نجرب الموتور ده، وازاي نختبره ونعرف اذا كان بايظ ولا سليم. ولكن رجاء يعني زي ما حضراتكم اتعودتوا مننا ان احنا مش بنخبي عليكم اي معلومة، يا ريت تتفاعلوا مع القناة. طبعا بنجيب بكابل 220 من بره، بنوصل طرف منه على الطرف اللي في النص، وبنوصل بالطرف التاني مرة على اليمين ومرة على الشمال. على اليمين بيشد نص شدة، وعلى الشمال بيشد الشدة كاملة زي ما حضراتكم شايفين. دي الطرف ده بيشتغل أثناء مرحلة الغسيل، والتاني ده بيشتغل في مرحلة العصر. الشدة الكاملة بتبقى في مرحلة العصر. بكل سهولة بنختبر أو بنجرب موتور الشداد. ودي كانت حلقتنا النهاردة. أرجو إن انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة النهاردة واستفدتوا منها. واستنونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله بإذن الله، هنتعلم حاجات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.